ولكن البيزنس ديفلوبر ما بيشتغلش لوحده. البيزنس ديفلوبر ده مش هيفهم اوبريشن وبرودكشن وماركتينج وسيلز وكاستمرز، ما يفهمش كل ده. فاهم القصه دي، فاهم الدور بتاع كل واحد، لكن ما يعرفش يعمله بنفسه. أهلا وسهلا بيكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من بودكاست بزنس ديفلوبمنت فويس. معاكم روبير مسعد، بزنس ديفلوبر أند بودكاستر. ضيف النهاردة هو ضيف مميز جدا، من كتر ما هو مركز في شغله وفي إنه يتعلم حاجات جديدة كل يوم، مش بيبقى عنده وقت اللي إحنا نعرف نشوفه أو اللي إحنا نتقابل معاه. فعشان كده أنا مبسوط وفي غاية الفخر إن ضيفي النهاردة هو دكتور أحمد طاهر. إزيك يا دكتور، عامل إيه؟ الحمد لله. أنا مبسوط إن حضرتك ضيفي النهاردة. جاهز يا دكتور نبدأ الحلقة؟ يلا بينا. انا هسيب لحضرتك المايك، عرف نفسك زي ما حضرتك عايز. ربنا يخليك، هو التعريف ما فيهوش حاجات كتير. انا دكتور احمد طاهر، انا بروفيسور في الجامعه الامريكيه. آم، آه، وحياتي كلها قضيتها في ان انا بتعلم وبعلم وهي دي يعني الحاجه اللي انا بحبها واللي اقدر اقضي فيها عمري كله. ربنا يكرمنا يعني. احنا هنبدأ دلوقتي الجزء الأول من الدسكشن بتاعتنا. جاهز نبدأها؟ يلا بينا يا روبير. معظم الناس في تطوير الأعمال بيتكلموا عن البيزنس ديفلوبمنت على أساس اللي هو مجال مميز أو اللي هو مجال جديد. هل دي حقيقة فعلا؟ البيزنس ديفلوبمنت اصلا ككونسبت مش كل الناس فاهماه بنفس المفهوم. مش عايز اقول فاهماه صح او غلط، مش فاهماه بنفس المفهوم. لما تقول بيزنس ديفلوبمنت اللي قدامك بيفهم حاجه، ممكن انت يكون قصدك حاجه تانية خالص. الحقيقه انه حتى في واحده اسمها دكتوره غاده الخضيري. غاده هي بتشتغل في مجال الفارما، وهي عملت الماسترز بتاعتها على مفهوم البيزنس ديفلوبمنت. غاده اتقابلت مع 300 توب اكزيكتيفز في شركات، تكلم سي او او بزنس ديفلوبمنت دايركتورز في شركات اف ام سي جي، مالتي ناشونال ولارج لوكال، شركات بتاعه ادويه، وشركات بتاعه حاجه ثالثه ومش فاكر هي ايه بصراحه. و و و وسالتهم كلهم اسئله يعني ايه بزنس ديفلوبمنت، وانت لما بتختار حد بتاع بزنس ديفلوبمنت بتختاره ازاي، ولما بتقيم البيزنس ديفلوبمنت مانجر اللي عندك بتقيمه على اي معايير and so on and so forth. مجموعه اسئله كده تاخد منهم مفهوم البيزنس ديفلوبمنت عنده. حلو جدا. الحقيقه ان المفاهيم متباينه مختلفه ومجالها واسع جدا، وبالتالي سؤالك ده الحقيقه من الاسئله اللي اصلا حيرتني لدرجه ان هي خلتني، لان انا في شغلي از كونسلتنت دخلت وخرجت من اكتر من 450 شركه في مصر وفي العالم العربي وفي اوروبا كمان. الحقيقه انه لما بنيجي نتكلم على البيزنس ديفلوبمنت بتلاقي اولموست كل واحد عنده مفهوم مختلف عن التاني، وبالتالي الموضوع ده يعني بشوفه كتير. بس انا شغال ماركتينج طبعا، بس البيزنس ديفلوبمنت بيحك معانا. قلت لا، لازم نقف وقفه كده ونشوف يعني ايه بيزنس ديفلوبمنت اصلا، ونشوف هل هو المفروض يبقى ليه مفهوم واحد ولا لا. وطبعا احنا في العلم عندنا في حاجه اسمها discriminant validity، اللي هي في اللغه العربيه البسيطه يعني كان يقول لك وبضدها تتميز الاشياء. يعني لما احب اقول لك اسود، فتقول لي انا مش عارف قصدك ايه اسود، يعني ايه اسود، فمش عارف فاقول لك طب عارف الابيض، فتقول لي اقول لك اللي عكسه بقى. فساعات الحاجات بتبان بعكسها او بحاجات شبهها، بس نعرف نقول ايه الفرق بين الف وب. فجيت قلت طيب بزنس ديفلوبمنت هو يعني في اوفرلاب مع الماركتينج، اوفرلاب مع السيلز، اوفرلاب مع حاجات كتير. طب ما نحاول بقى نعرف الترم ده معناه ايه. لما قريت اكتر فوجئت انه مفيش كتب في الموضوع، مفيش مجلات علمية في الموضوع ده اهو، مفيش كورسات في الموضوع ده اهو. قلت يا جماعة طب ده كل الشركات الكبيرة عندها بزنس ديفلوبمنت مانجر، بي دي دايركتور، سي دي او، دلوقتي تشيف ديفلوبمنت اوفيسر، ومفيش حد
مفيش كورس واحد يتكلم في الموضوع ده. تدور على كورسات في مصر ما لقيتش، بره مصر ما لقيتش، رحت اكزيكتيف اديوكيشن في هارفارد، في سياد، في اي ام دي، في الحاجات المعروفه كلها، ما لقيتش ولا كورس، ولا كورس لا في حاجه غلط، ولا مقاله علميه بتقول يعني ايه بزنس ديفلوبمنت لا في حاجه غلط. فطبعا هي مش غلط، هي في حاجه ناقصه، انه محدش ركز في الحته دي شويه. فابتديت اذاكر الحته دي وابتديت اركز فيها، وابتديت اقعد مع كل ما الاقي حد دايركتور بتاع بزنس ديفلوبمنت يعني بروميسنج، يعني ابتدي اقعد معاه واتكلم معاه، ودايما بنخرج من الحوار وهو محتار جدا، وهو محتار، وهو بيشتغل بزنس ديفلوبمنت وهو نفسه بيحتار. ولحد لما بعد يمكن سنتين من مش فول اتنشن، لكن سنتين من التساؤلات، ابتديت اوصل لمفهوم انا مرتاح له كبزنس ديفلوبمنت، وعملت بيه الديفينيشن بتاع بزنس ديفلوبمنت. ف هو ببساطه شديده انه اي شركه في الدنيا كائن حي، فالشركه لازم تكبر، لو ما كبرتش يبقى معناه انها ابتدت تموت. ف فالنمو ده هو السنترال كونسبت، او المفهوم المركزي او المتوسط او المفهوم الاساسي بتاع تطوير الاعمال. كويس. فاي علم في الدنيا بيتمركز دايما حوالين مفهوم رئيسي. يعني احنا في الماركتينج مثلا المفهوم الرئيسي بتاعنا هو تبادل القيمه او فاليو اكسشينج. فحضرتك عندك حاجه ليها قيمه وانا عندي حاجه ليها قيمه، وعايزين نتبادلهم. فانت عايز الفلوس اللي معايا وانا عايز الجرافطه الحلوه اللي انت لابسها دي، فبتفق ان انا هشتريها منك، نتبادل القيمه، اخد انا الجرافطه وانت تاخد الفلوس، وتبقى انت مبسوط حسيت الفلوس دي احسن لك من الجرافطه، وانا مبسوط حاسس الجرافطه دي احسن لي من الفلوس. انا كماركتينج بعمل ايه؟ انا كماركتينج بعرفنا ببعض وبرتب كل حاجه ان تخلي التبادل ده سهل، انك ان اللي هيشتري يحس بقيمه الجرافطه قوي، وان اللي هيبيع يقدر يطلب الفلوس اللي هو عاوزها، والتاني يفضل يديها عن طيب خاطر، ويبقى سعيد ويرجع يشتري مره تانية. فده مفهوم الفاليو اكسشينج، ده الكور كونسبت بتاع الماركتنج. الكور كونسبت بتاع الاقتصاد مثلا هو السبلاي اند ديماند. كل كورسات الاقتصاد اللي في الدنيا وكتب الاقتصاد اللي في الدنيا تتكلم على السبلاي والديماند في صورهم المختلفه ايا كان. طب ايه بقى الكور كونسبت بتاع البيزنس ديفلوبمنت؟ الكور كونسبت بتاع البيزنس ديفلوبمنت هو الجروث، الهيلثي بيزنس جروث، ان انت تكبر بشكل مستدام، تكبر بطريقه تفضل تكبر بيها الى ما شاء الله. لان على فكره انت ممكن تعمل طفره في النمو بس لا تقدر، ما تقدرش تحافظ عليها. ابسط حاجه، نزل السعر للنص، هتبيع كل اللي عندك بس مش هتعرف تكمل، لانك هترجع بعد كده تشتري بضاعه تلاقي الفلوس اللي معاك هي نص الفلوس اللي كنت انت صرفتها عشان تجيب البضاعه دي. فبالتالي الحلول السهله القصيره ده مش بزنس ديفلوبمنت، ده بروموشن، حاجات تانية. انما البيزنس ديفلوبمنت هو ان انت تقدر تعمل نمو صحي مستدام للاعمال. حلو جدا يا دكتور. طيب عايز اخد هنا من كلام حضرتك هستنتج منه سؤال كده بسيط. هل البيزنس ديفلوبمنت بيساعد في الوقت اللي المفروض نعمل فيه البروموشن ده؟ يعني احنا دلوقتي هل البروموشن ده لما او اي اوفرز المفروض الشركه هتقدمها على برودكت او سيرفيس، المفروض الوقت اللي هيعملوا فيه حاجه زي كده اللي الديسيشن ميكر في حاجه زي كده بيكون الماركتنج سبيشاليست ولا بيكون الاكاونتنت ولا بيكون البي دي ولا بيكون السيلز مانجر؟ لا، الديسيجن بتاع ده هو ما بين الماركتنج والسيلز. السيلز بيحدد اكتر ايه نوع البروموشن اللي هيجيب افكت او هو متصور، وبرضه بيحدد الوقت، التوقيت اللي هو شايفه مناسب. الماركتنج بيراجع الافتراضات دي كلها، دي كلها افتراضات، السيلز بيقولوا ده افتراضات. الماركتنج بيعمل ريسيرش عشان يحقق الافتراضات دي ويعرف هي صح ولا غلط، حقيقية ولا مش حقيقية، ولا تصورية. لأن السيلز ممكن رأيه لو نزلنا السعر الدنيا هتقوم، لا،
مش صحيح. ساعات لو نزلت السعر الدنيا تنام اكتر، لان الناس بتفقد الثقه في المنتج، انه لا ده الظاهر ما كانش يسوى، ده الظاهر محدش بيشتريه فعشان كده مرخصينه. فمهم جدا انه الماركتينج والسيلز، لان هو كل واحد ليه دماغ مختلفه وجاي من اتجاه مختلف، يتفقوا على هذا الموضوع. الموضوع ده لا علاقه له بالاكاونتنج الا في حته معينه هتكلم عليها، ولكن لا علاقه له نهائيا بالبيزنس ديفلوبمنت. البيزنس ديفلوبمنت ملوش علاقه بالموضوع ده خالص. الماركتينج حاجه والبيزنس ديفلوبمنت حاجه. الماركتينج بيتكلم على انه هو يزود المبيعات بتاعتك ويزود قيمه المنتج بهدف ان انا اقدر اكمين سعر اعلى. بيعمل حاجات كتير بس كلها تركيزها على المنتج الحالي في السوق الحالي. فانا النهارده ببيع المنتج ده للناس دول، فانا ابيع من المنتج ده كميه اكبر لنفس الناس، او ابيع بسعر اعلى لنفس الناس، او ابيع بفورم مختلفه بس لنفس الناس. كل ده شغل ماركتينج. طالما بتبيع نفس المنتج لنفس الناس فانت بتعمل ماركتينج. حلو جدا. طيب هنا بيبقى في سؤال يا دكتور بيبقى محير لكل شخص بيشتغل كبزنس ديفلوبر، وهو دلوقتي السيلز موجود والماركتينج موجود، نقدر نقول ان مطور الاعمال بيميل بنسبه كام للماركتينج، بيميل بنسبه كام للسيلز؟ ولا ليه علاقه بالاثنين. ها. بص يا سيدي، طيب. اي شركه في الدنيا عندها مجموعه منتجات بتبيعها في الاسواق بتاعتها. يعني كل منتج ليه السوق بتاعه. فنبسط الدنيا، ناخد منتج واحد. فانت عندك منتج بتبيعه في سوق. انت النهارده بتبيع ميه معدنيه في الاسواق اللي انت في مصر مثلا. فمصر دي هي السوق بتاعك. السوق ده ممكن يتعرف جغرافيا، ممكن يتعرف بمعايير كتيره جدا. ان انا بروح لطبقه اجتماعيه معينه، انا بروح في مناطق جغرافيه معينه، لا ده انا بروح للناس اللي هي بتحب الميه بتاعتها تبقى متعبيه في ازاز مش في ازازه بلاستيك، وهكذا. فانت بتعرف الماركت بتاعك بمعايير كتيره جدا، ديموغرافيك، سايكوغرافيك، كل ما شئت، كل الشغل بتاع السيجمنتيشن بتاع الماركت. طالما انت بتبيع منتج معين في سوق معين، فده البيزنس الاصلي بتاعك، وده شغل الماركتينج والسيلز والكاستمر سيرفيس كلهم مع بعض. ده شغله. امال البيزنس ديفلوبمنت بيعمل ايه؟ البيزنس ديفلوبمنت بيخش يقول لك طيب انت بتقدر تكبر قد ايه بالمنتج بتاعك ده في السوق بتاعك ده؟ فيقول لك ده انا بقدر اعمل جروس 30% في السنه. اقول لك يا ده كتير قوي. تقول لي ايوه، ما احنا لسه مبتدئين، دي اول سنه. طيب اول سنه تعمل 30، تاني سنه 30، بعد كده هتنزل لحد ما تنزل توصل لمستوى ان انت بتكبر على قد النمو بتاع السوق نفسه. سوقك بيكبر في السنه 5%، هتكبر معاه يمكن 5 من السوق، و5 تاخد حصه اكبر من المنافسين 10%، 15%. لكن ده اخرك. ده كده از اورجانيك جروث. ده اورجانيك جروث. كل ده اورجانيك جروث، نفس المنتج في نفس السوق. حلو. بس النهارده صاحب المال مش عاجباه 15% دي، لان هو لو حطوه في البنك النهارده يمكن يجيب اكتر من كده. مظبوط. فانت مش بتنمي فلوسي كده كفايه. انا عايز 30% جروس، انا عايز 40% جروس. لا استنى شويه، ده بقى مش هيجي من السوق ده في المنتج ده، مش هيجي من المنتج ده في السوق ده. هتحتاج تفكر تفكير مختلف. البدايه انك تقول طيب المنتج اللي عندي ده، ما هو ده جاهز عندي، ينفع اروح بيه سوق تاني تصدير على سبيل المثال، او اني اطور المنتج شويه واخش بيه بدل ما انا ابيع للمستهلك في السوبر ماركتس والاكشاك، فابتدي اروح مثلا في حاجه اسمها الهوريكا، الهوتيلز والريستورانتس والكافيه، ابيع الميه للناس دي اللي هي هتبيعها لزباينها تاني. ولا ينفع ابيعه اطور بقى في المنتج، فكده عندك منتج مطور، موديفايد برودكت. على سبيل المثال احط فيه سلايت كربونيشن، اخليه فيه شويه صودا خفيفه، او فيه ريحه او طعم فواكه خفيفه جدا، مش عصير، جست كده هنت، راح يعني هنت تشرب تحس بهنت كده نعناع، او هنت ليمون، او هنت مانجا، او هنت اي حاجه.
كده انت عملت موديفايد برودكت. انت في الاخر لسه بتبيع ميه، بس الميه طورتها سنه. خلاص، التطوير ده دخلك في سوق تاني خالص. مش الناس بقى اللي عطشانه وعايزه تشرب، لا، ده الناس اللي عايزه سنه مزاج، او الناس اللي عايزه سنه هضم، او الناس اللي عايزه سنه اختلاف. فانت ابتديت تطور المنتج كده، انت فتحت سوق جديد. فكده بقى عندك النمو بتاع السوق القديم، وعندك النمو الجديد اللي هو مش كان عندك اصلا، ما كانش عندك اكسس عليه. ابتدى يبقى عندك سوق جديد تقدر تخشه وتنمو بيه. كويس. ويا سلام لو انت اول واحد طورت المنتج ده، بعد كده هتفتح سوق جديد تماما وتخش تاخده لنفسك، وبعدين يبتدي يخشوا عليك منافسين، بس هيستنوا شويه لما يشوفوك هتنجح ولا لا. ولما يقعدوا يعملوا ريسيرش ويقيسوا السوق يشوفوا حجمه قد ايه. المفروض انت عبال ما يعملوا هم كده وان انت كبرت السوق وسيطرت عليه، لو انت ماشي صح ببزنس ديفلوبمنت صح. فدي اول اتجاه في البيزنس ديفلوبمنت، ان انت تطور المنتج شويه. بس انا ممكن اقول لك انه حلو قوي، عجبني اللي انت عملته ده، بس انا عايز اكتر، نمشي اكتر. بدل ما تعمل منتج مطور، اعمل منتج مختلف. طيب لما اخد منتج مختلف، ابتدي بقى يعني اروح اعمل جزم حريمي مثلا وانا شركه ميه؟ طبعا لا، مش هروح للدرجات دي. بس ممكن تروح لمنتج مختلف، بس بيشارك المنتج الاولاني في حاجه. ايه الحاجه دي؟ يا اما التكنولوجي بتاعه التصنيع، فانا برضو هعمل حاجه اللي بنسميها بيفريج او مشروبات غازيه او غير غازيه، عصاير ايا كان، بس هتتعبى على نفس خط الانتاج. فانا هعبي برضو في الازايز البي اي تي بتاعتي، وهعبي على نفس خط الانتاج، بس بدل ميه ممكن اعبي اي مشروب تاني. فده اصبح منتج مختلف، ولكن على الاقل بستفيد بالطاقه الانتاجيه اللي موجوده عندي. بس انا ممكن افكر تفكير تاني، ممكن افكر اقول ايه؟ طب هو انا ببيع الميه فين؟ انا ببيعها في السوبر ماركتس، وببيعها للاكشاك، وببيعها كده. طب ايه المنتج التاني اللي ممكن ابيعه للسوبر ماركت وللاكشاك الى اخره؟ فانا ممكن يبقى المشترك ما بين المنتج الموجود الحالي والمنتج الجديد هو السوق. السوق بمعنى ان انا النهارده عندي جهاز توزيع. الجهاز التوزيع ده عنده العملاء بتوعه وعارفهم، وفاتح لهم خطوط ائتمان، وبيوزع لهم على خطوط سير معروفه، والبياعين بتوعي اصبحوا عارفين الزباين دول. فسهل ان انا احط اركب معايا اي منتج تاني في العربيه كده. فاي منتج هيروح في نفس العربيه وهيبيعه نفس البياع، هيكلفني تكلفه اقل بكثير من منتج تاني عايز نظام توزيع مختلف وعملاء مختلفين وبياعين جداد ونظام ائتمان جديد. ده كل ده تكاليف كبيره جدا. فانا عشان انزل بمنتج اقدر اكبر بيه بسرعه واعمل ربحيه كويسه، فانا بحاول اشوف منتج يشتغل على نفس التكنولوجي اللي عندي، فاقوم ازود كاباسيتي. يعني بدل ما ازود خط انتاج، لا، انا ازود ورديه في الانتاج. ده اكيد ارخص. والحاجه التانيه ان انا المنتج بتاعي يحبذها كمان لو بيشير الماركت، فبستغل كل الانفراستراكشر او الرصيد اللي انا بنيته في التوزيع وخبره البيع والى اخره، يبقى اركب معاه بمنتج جديد، ولكن راكب في نفس شبكه التوزيع بتاعتي. ده نص او تلت الاتجاه بتاع البيزنس ديفلوبمنت، ان انا اطلع بمنتج مطور اللي هو زي القديم بس بشرطه يعني، او اطلع بمنتج جديد بس بيشير مع القديم ممكن تكنولوجي. ممكن اطلع بمنتج جديد خالص ما بيشيرش اي حاجه، وارد. بس حضرتك في الحاله دي انت كل ما تبعد عن المنتج الاصلي كتكنولوجي او كسوق، وانت عمال بتصعب على نفسك المهمه كبزنس ديفلوبمنت، عمال بتصعب على نفسك المهمه كبزنس ديفلوبمنت، عمال بتصعب على نفسك المهمه كبزنس